توصلت مراكز البحوث، منظمة الصحة العالمية، المؤسسات الطبية، هل فعلا توصلت؟ هناك الكثير من المنشورات عنه الجهة الفلانية، المؤسسة الفلانية توصلت إلى علاج أو توصلت إلى لقاح، هناك صناعة أمريكي ألماني إلى آخره من هذا الحديث. ما هو القول الفصل لديكم في مسألة الوصول إلى لقاح أو الوصول إلى علاج لهذا المرض؟ الوصول إلى دواء مضاد للفيروس طبعا هذا يحصل في كل فيروس. الآن يعني فيروس شلل الأطفال حوالي 250 دواء يتنافسون فيما بينهم. الآن منظمة الصحة العالمية والخبراء رشحوا 2 من هذا 250 دواء، لكن هذا الفيروس جديد ولم يعني يتم التحرك على إنتاج الدواء له سريعا، يعني بعدها مبكر جدا. فبدأ الآن التنافس بعد ما انتشر الفيروس بالعالم. يعني الدول التي أول من تلقت الصدمة وأصيبت بهذا الوباء وضربت به في آسيا الصين وكوريا، يعني حتى سنغافورة، هذه الدول بدأت كمبوديا، هذه الدول استفادت من الأدوية اللي استخدمت للفيروسات الميرس والسارس يعني قبل 20 سنة 18 سنة. اللقاحات هناك الآن 25 لقاح تحت التجربة، يعني دول مختلفة وشركات ومراكز بحثية يعني عالمية بدأت تتنافس وتتسابق فيما بينها لإنتاج لقاح. لكن اللقاح لابد أن يمر ب4 مراحل، يعني وهذه المراحل يعني حتى مع اختصارها ما تقل عن سنة ونصف، يعني 18 شهر. حتى لو اختصرنا بعض المراحل في الحيوان أو اختصرنا عدد المرضى الذين يتم التجريب عليهم مقابل تأمين على حياتهم، وهكذا شركات التأمين تقوم بهذا للمتطوعين مقابل ثمن، ويعني لإجراء بدل 10,000 ممكن يخفض هذا العدد من المرضى الذين يستخدم عليهم اللقاح. لكن الآن حتى في بعض الشركات نسمع أنه يعني أو أقرأ أنها تريد تختصر المرحلة الطويلة في الحيوان. هذا اللقاح لازم يكون فعاليته 95% على الأقل، يعني حتى ينافس اللقاحات الأخرى. فلما يكون أقل من ذلك قد يكون غير فعال، يعني بعد المرحلة اللي بعدها يعني تجربته في يعني المرضى الميؤوس منهم أو المحكومين أو هكذا، مقابل تأمين وثمن، وبعد ذلك استخدامه في نطاق محدود كاستعمال سريري في بعض المراكز العلاجية، ثم بعد ذلك إذا نجح وتعدى المرحلة الثالثة يطلق استخدامه. طبعا الآن منظمة الصحة العالمية أعطت توصية مو بس يعني هذا الفيروس الكورونا، قبله تركت اللجان التي تجيز إدخال لقاح جديد إلى بلدانها أن هي تقرر واحد من أسلوبين: أما الأسلوب الروتيني ويصير بحث، يعني تشترك هذا الدولة بالدراسات على مرضى من بلادها، أو استخدامه كحالة طارئة. يعني ممكن أن تستفاد من دول مجاورة استعملتها، دول لها نفس الصفات البيئية ونفس الصفات السكانية لبشرها، يعني للناس اللي في تلك الدولة، وتكتفي، لها حق. يعني لو وجدت دول مجاورة استخدمتها ونجحت، ممكن هي الدولة أيضا أن تقتدي بتلك الدول وتقيس عليها وتستخدمها من غير ما تجربه في بلدها.